احتفل الفنان شادي شامل بذكرى احتفالات نصر أكتوبر المجيد على طريقته، واستعاد ذكريات الماضي ونشر صور من حفل زفاف والديه، وظهر بالحفل الرئيس الراحل محمد أنور السادات. وعلق شادي على الصورة وقال: بطل الحرب والسلام الرئيس أنور السادات في ذكرى انتصارات أكتوبر كان شاهد على عقد جواز والدي ووالدتي، وكان جدي السكرتير الخاص لسيادة الرئيس السادات في رئاسة الجمهورية. وشادي شامل مواليد 1981، ولد وتربى في حي مصر الجديدة، وتخرج من كلية الإعلام جامعة القاهرة، وكانت أمنيته أن يصبح سفيرا نظرا لأن خاله وعمه سفراء في الخارجية المصرية ووالده صحفيا، ولكن ملهوش علاقة بالفن. واشتهر شادي شامل بعد ما قدم دور الفنان الراحل عبد الحليم حافظ في مسلسل العندليب حكاية شعب، كان سنة 2006. وقدم سيرته الذاتية، وجسد شامل الدور ده بعد فوزه بمسابقة العندليب من يكون، اللي أقيمت خصيصا للبحث عن شبيه لعبد الحليم حافظ لتجسيد دوره. وكان شادي شامل بيعيش بين مصر ودبي قبل أن يستقر في دبي بشكل كامل لجانب سفره الدائم في معظم أنحاء العالم. وقرار السفر لدبي جه بعد عرض المسلسل، حين شعر شادي بالظلم في حصر المنتجين ليه في الشخصية دي، لدرجة إن الدور ده عرقل مسيرته الفنية. عشان كده قرر الخروج من شخصيته، ولم يجد سبيل أمامه سوى السفر للخارج. وبدأ شامل مسيرته الفنية ب4 مشاهد في فيلم السلم والتعبان من إخراج طارق العريان، وجات له بعد كده فرصة عمره في مسلسل العندليب. بعدها قدم بعض الأعمال منها قاطع شحن وقشطة وعسل، وجسد شخصية العندليب مجددا في فيلم مهمة في فيلم قديم. وكان آخر المسلسلات اللي شارك بيها مسلسل المرافعة عام 2014. وفي عام 2010 أقام شادي شامل حفل زفافه على لميس ابنة حسن عثمان الأغا، بحضور نجوم الفن زي هاني رمزي وسمير غانم الله يرحمه، فيفي عبده وأحمد عدوية والراحل خالد صالح وغيرهم، في أحد فنادق القاهرة. وبيحرص شادي شامل على إبقاء حياته الشخصية بعيدا عن أعين الإعلام. وبدأ شادي شامل في التحول بعد سنوات من عرض المسلسل، فبدأ بتطويل شعره، ونال وقتها انتقادات عديدة، لذلك نشر صورة لعدد من الفنانين الأجانب بنفس الإطلالة، مشيرا إلى أن تلك الإطلالة هي موضة متبعة وليست جديدة، موجها رسالة تحذيرية لكل من تنمروا عليه. وتابع شامل هذا التغيير بتغيير لون شعره للأشقر مع الذقن الخفيفة، وكان آخر التقاليع اللي لجأ إليها ارتداء الحلق. ودافع شادي شامل عن نفسه وعن التغيير اللي طرأ على شكله، وقال: عبد الحليم حافظ كانت شخصية أديتها في مرحلة ما في حياتي، وأنا بحب التغيير وبهتم بنفسي، وده مش عيب ولا ينتقص من رجولتي. شكرا حبايبي، مع ألف سلامة. أما اللايك بفكركم بيه. مع السلامة.